بص بقى يا معلم، الفيلم بيبدأ بشاب اسمه جاك، واللي أول ما تشوفه كده تحس إنه داخل على خناقة. وبعد لحظات جاك بيوصل محطة بنزين بالعربية الفولكس فاجن اللي راكبها، وبعدها بيدخل السوبر ماركت بتاع البنزينة وبياخد قطعة شوكولاتة وهو باين عليه التوتر. وقبل ما يحاسب على الشوكولاتة اللي أخدها فجأة بيدخل 2 ضباط من اللي بيبقوا عاملين زي الكوماندوز، وده اللي بيخلي جاك يتوتر أكتر وقلبه يقع في رجليه. وفي اللحظة دي بيسمع الرسالة اللي بتجيلهم على أجهزة اللاسلكي بتاعتهم، واللي بتبلغهم بسرقة عربية فولكس فاجن لونها فضي. وساعتها الضباط طبعا بيبصوا على جاك وعلى العربية اللي معاه، وده اللي بيخلي جاك بسرعة يمسك بنت بتكون واقفة تقلب في المجلات، وبعد ما بيحط الشوكولاتة في ظهرها على أساس إنها مسدس بيهددهم إنه هيخلص عليها لو حد قرب منه. ولما الكل بيتجمد في مكانه وقتها جاك بيستغل اللحظة وبيطلب من الكاشير إنه يسحب سلاح الضباط. وبعد ما بياخد سلاح واحد منهم بياخد البنت رهينة وبيجبرها إنها تركب معاه عربيتها البي ام دبليو وبيطير بيها. وفي نفس الوقت ده بيكون في مخرج عايز يصور فيلم وثائقي عن الشرطة، فأول ما بيسمع عن مطاردة الشرطة لجاك بيكلم المصور بتاعه وبيركبوا عربيتهم وبيطيروا وراهم عشان يصوروا الحدث. وبعد شوية بنعرف إن الرهينة اللي مع جاك اسمها ناتالي، واللي بتفضل تتوسل لجاك وقتها عشان يسيبها، لدرجة إنها بتعرض عليه إنها تسيب له العربية وكل حاجة، بس جاك بيرفض وبيقول لها إن هي تأمينه الوحيد. وفي اللحظة دي البوليس بيلمح العربية وبيجري وراهم بأقصى سرعة، وده اللي بيخلي ناتالي تحس إنها هترجع من كتر السرعة، فبتطلع دماغها من الشباك عشان تاخد نفسها. وساعتها الضباط بيفتكروا إنها بتطلب المساعدة، وفجأة بترجع عليهم كلهم وبتغرق إزاز العربية بتاعتهم، وده اللي بيخليهم ما يشوفوش أي حاجة، لدرجة إن ربنا بيسترها عليهم قبل ما يخبطوا في عربية نقل. وبعد كده بيمسحوا الإزاز بسرعة وبيرجعوا يجروا وراهم تاني. وفي قسم الشرطة المأمور بيتصدم لما بيعرف إن ناتالي دي تبقى بنت الملياردير الكبير دالتون فوس، وعشان كده بيبعت لهم على طول هليكوبتر وعربيات أكتر عشان يسيطروا على الموقف. ولما جاك بيلاقي المطاردة بقت شديدة قوي كده بيقول لناتالي هتستمتعي بأحلى رحلة في حياتك، وبعدها بيطير بالعربية على حدود المكسيك. وبسرعة البرق الأخبار بتنتشر في كل مكان، وصور جاك بتملى شاشات التلفزيون وبيبقى هو المطلوب الأول في البلد. وفي الوقت ده جاك بيحاول يلطف الجو في العربية وبيعرف ناتالي بنفسه، وبعد ما ناتالي بتعرفه بنفسها وبتقول له اسمها بالكامل جاك بيتصدم لما بيعرف إنها بنت الملياردير دالتون فوس، وده اللي بيخليه يقلق لأنه بيعتقد إن الناس هتفتكر إنه خطفها عشان يبتز أبوها وياخد منه فلوس. وفي الوقت ده دالتون بيروح قسم الشرطة وبيهدد المأمور وبيقول له لو شعرة واحدة اتلمست من بنتي هخليك تقعد في البيت. وفي نفس الوقت ده الشرطة بتكتشف إن جاك ده سجين هربان ومحكوم عليه ب25 سنة سجن في قضية سرقة بنك. وأثناء المطاردة وبعد ما البوليس بيقرب قوي منهم جاك بيمسك المسدس اللي سرقه وبيضرب نار على كاوتش عربية من عربيات الشرطة، وده اللي بيخلي العربية تتقلب على الطريق وتتسبب في حوادث كتير. وفي اللحظة دي دالتون بيتصل بجاك على تليفون العربية وبيعرض عليه $100,000 عشان يرجع بنته، بس ساعتها جاك بيرفض العرض بتاعه وبيقوله إنه مش عايز فلوس، وده اللي بيخلي دالتون يتعصب هو ومراته الجديدة على ناتالي ويلوموها على اللي حصل. لكن وقتها جاك بيتدخل وبيدافع عن ناتالي وبيقول لهم إنها ملهاش أي ذنب، وده اللي بيخلي ناتالي تفرح قوي لأن محدش وقف في صفها بالشكل ده قبل كده. وعشان كده ناتالي بتبتدي تبقى ألطف من الأول مع جاك وبتبدأ تتكلم معاه وتفتح له قلبها. وبعد شوية بيشغلوا أغاني روك من التسعينات وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا وكأنهم مش في مطاردة بوليسية. وفي الوقت ده المحامي بتاع جاك بيسمع الخبر في التلفزيون، فبيتصل بالبوليس وبيأكد لهم إن ناتالي في أمان لأن جاك مش ممكن يأذي حد أبداً. وبعدها بيتصل بجاك وبيترجاه إنه يسلم نفسه، بس جاك بيرفض وبيقوله إنه مظلوم واتحكم عليه بالغلط. وبعدها بشوية تليفون العربية بيرن تاني، وبعد ما جاك بيرد بيتضح إنه مراسل من قناة إخبارية، واللي بيسأل جاك عن اللي ناوي يعمله بعد ما البنزين يخلص، وده اللي بيخلي جاك يتعصب من السؤال الغبي ده ويرزع التليفون في الأرض. فناتالي وقتها بتحاول تهديه وبعدها بتسأله عن سبب هروبه من البوليس، فجاك بيبدأ يحكي لها قصته وإنه كان بيشتغل زمان مهرج في حفلات أطفال، وفي يوم من الأيام وهو بيتفرج على ماتش في بيته واحد سرق بنك في منطقة بعيدة، وللأسف الشخص ده كان لابس بدلة زي بدلة جاك بالظبط،
وبعد ما جارته المسنة شافت الحرامي ده في التلفزيون افتكرت إنه جاك، وعشان كده ساعتها بلغت البوليس اللي جه بسرعة وقبض عليه من غير تحقيق بعد ما لقيوا البدلة عنده في البيت. وده اللي خلاه يهرب وقتها بعد ما اتحكم عليه ظلم ب25 سنة سجن. وفي الوقت ده ناتالي بتفهم ليه جاك اتجنن وخطفها أول ما شاف البوليس. وبعد ما بيوصلوا عند الحدود المكسيكية بيلاقوا فرقة التدخل السريع مع عربيات شرطة كتير محاصرين المكان كله وقافلين معبر المكسيك. وفي نفس الوقت ده بيكون في شابين لسه شايفين فيلم أكشن ومعتقدين إنهم أبطال خارقين، فبيقرروا إنهم يقبضوا على جاك بنفسهم. لكن خطتهم بتفشل في ثانية بعد ما بيعملوا حادثة وعربيتهم بتنفجر. وفي وسط الدوشة دي كلها ناتالي بتقول لجاك إنه كان بيضغط جامد على ظهرها بالمسدس بتاعه، فجاك بيضحك وبيقول لها إنه ما كانش مسدس وإنها كانت قطعة شوكولاتة. وساعتها الاتنين بيقعدوا يضحكوا مع بعض على الموقف ده. وبعد لحظات ناتالي بتاخد بالها من وجود حرق في رقبة جاك، وبعد ما بتقرب منه عشان تداويله الحرق بتقوله إنها عمرها ما قابلت حد زيه طول حياتها. وبعد لحظات المراسلين بيقربوا منهم وبيطلبوا من ناتالي تعمل لهم إشارة بإيديها لو هي كويسة، لكنها بتتجاهلهم. وبعد ما بيقربوا منهم عشان يصوروهم الكاميرا بتقع من إيدهم وبتتكسر على الأرض. وفي الوقت ده الإعلام بيبالغ وبيكبر الموضوع وبيقول إن جاك ممكن يأذي ناتالي في أي لحظة. وفي اللحظة دي ناتالي بتقرب من جاك وبتسأله هو مرتبط ولا لأ، فجاك بيرد عليها وبيقول لها إنه سنجل، وبعد كده بيعترف لها إنه معجب بيها من ساعة ما شافها في المحل. وساعتها الاتنين بيقربوا جامد من بعض لحد ما بيبوسوا بعض في الآخر. وفجأة ناتالي بتسيب مكانها وبتروح تقعد في حضن جاك، وده اللي بيخليهم ينسوا الطريق، والعربية بتفضل ماشية 7 في 8. ووقتها البوليس اللي وراهم ما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل وبيعتقدوا إن دي طريقة سواقة جديدة. وبعد اللحظة الحميمية دي ناتالي بتقول لجاك إن عندها فكرة جامدة، وبتقوله إنهم يهددوا أبوها ويطلبوا منه فلوس كتير قوي، وبالفلوس دي يهربوا على المكسيك ويعيشوا أحلى حياة مع بعض. وده اللي بيخلي جاك يحتار، لكنه في النهاية بيوافق على الخطة لأن فكرة العيشة مع ناتالي دي أقوى من أي حاجة تانية. وبعد ما بيوصلوا تاني عند الحدود بيلاقوا الطريق مسدود قدامهم بعربيات شرطة والضباط اللي بيكونوا موجهين مسدساتهم عليهم. وساعتها ناتالي بتتخض وبتطلب من جاك إنه يعمل أي حاجة بسرعة، فجاك بيسألها إذا كانت متأكدة إنها عايزة تكمل معاه. وفي اللحظة دي ناتالي من غير تفكير بتقوله إنها مستعدة تضحي بكل حاجة عشانه. وده اللي بيخلي جاك يتشجع ويعمل كده كام حركة مفاجأة بتخلي العربيات الشرطة تدخل في بعضها. بس فجأة بيلاقوا عربيات شرطة تانية طلعت من تحت الأرض وبتحوطهم من كل مكان، ده غير الهليكوبتر اللي بتكون فوقيهم. وفي اللحظة دي الاتنين بيتأكدوا إن كده خلاص مفيش مفر، وعشان كده جاك بيمسك المسدس اللي كان سرقه وبيحطه بكل هدوء في شنطة ناتالي، وبعدها بيبوس إيديها وبيقول لها تنزل. وبمجرد ما ناتالي بتنزل وهي دموعها نازلة البوليس بيجري عليها وبياخدوها بعيد عشان تبقى في الأمان. وبعدها بعلو صوتهم بيأمروا جاك إنه ينزل من العربية ويسلم نفسه. وبعدها بثواني جاك بينزل من العربية وبيوهمهم إنه بيطلع مسدس من جيبه، وساعتها البوليس بيفتح عليه النار وبيصفيه. لكن بعد كده بيتضح إن كل ده كان مجرد خيال في دماغ جاك وهو لسه قاعد في العربية. وفي النهاية جاك بينزل من العربية وبيرفع إيديه وبيستسلم. وفي اللحظة دي الشرطة بتجري عليه وبتكلبشه على طول، لكن في الوقت ده ناتالي بترفض تستسلم للأمر الواقع وتسيبهم ياخدوه، فبتاخد المسدس اللي في شنطتها وبتضرب طلقة في الهواء. وبعدها بتمسك مخرج الأفلام وبتحط المسدس في دماغه وبتهددهم بيه. وبعدها بتقول للشرطة لو ما سبتوش جاك هخلص عليه. وعشان تثبت لهم إنها بتتكلم بجد بتضرب نار على الهليكوبتر اللي قدامها وبتفجرها في لحظتها. ووقتها البوليس ما بيلاقيش قدامه حل تاني غير إنه يسيب جاك يمشي. وفي اللحظة دي ناتالي بتطلب من الكل إنه ما حدش يتحرك، وبعدين بتأمر الطيار إنه ياخدها هي وجاك بالهليكوبتر ويوديهم على المكسيك. وبعد كام يوم بنشوف الاتنين وهم قاعدين على البحر وبيشربوا المشروب بتاعهم وهم بيضحكوا، وهنا بيخلص الفيلم. وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.